بنتائج بين الشوطين بيشتكي لحسام عبد المجيد من محمد شحاتة. وعايز اقول لك ان محمد شحاتة الشوط الاول غير محمد شحاتة الشوط الثاني. الزمالك في مباراة الحرس لعب 4-4-2 وتقريبا بالتشكيلة اللي كان بينهي بيها كل الماتشات في الفترة الأخيرة، مع الاختلاف ان عدي الدباغ بقى يلعب ناحية اليمين وبيزيرا بقى بيلعب ناحية الشمال. نص ملعب حرس الحدود مقفل على نص ملعب الزمالك، عبد الله وشحاتة واسماعيل اللي مش عارفين يطلعوا بالكورة. علشان كده بنشوف لعيبة الزمالك بتعتمد على الطولية اللي في ظهر لعيبة حرس الحدود. ودي كانت مشكلة كبيرة، لكن المشكلة الأكبر إن هما كانوا بيعتمدوا في الطولية إنها تطلع من حسام عبد المجيد ومحمود الونش. طب ودي كانت مشكلة ليه؟ لأن الاتنين دول ما عندهمش دقة في التمرير، ده غير إنهم بيفتقدوا للتايمنج. محمد إسماعيل ومحمد شحاتة مش عارفين يطلعوا الكرة من نص ملعبه، حتى عبد الله لما كان بيفكر ينزل بيلاقي رقابة لصيقة من محمد أشرف روح، فيرجعوا من تاني للكرة الطويلة اللي ما بتوصلش للعيبة. عبد الله السعيد بيحاول ان هو يلاقي حلول، علشان كده بيطلب من بيزيرا ان هو يبدل معاه المكان وبيزيرا هو اللي ينزل يستلم الكوره، بس برضه مش عارفين يطلعوا بيها لان الراجل اللي كان ماسك عبد الله هو اللي راح برضه مع بيزيرا. معتمد جمال بيبدا يعدل في قلب الملعب فيرجع عدي الدباغ من مكانه من الجناح اليمين للجناح الشمال، والعكس مع بيزيرا من الجناح الشمال للجناح اليمين، بس برضه ده مش حل لان الكوره لسه مش عارفين يطلعوا بيها من نص الملعب. حتى فكرة التسديد من بره المنطقة مقفولة، فكده مش باقي للزمالك غير ان هو يجيب جون من الضربات الثابتة اللي هي يعني الضربات الركنية. على امل ان يحصل دربكة في قلب المنطقة وحد يحطها في الجون، لكن برضو دي ما بتحصلش لحد ما ينتهي الشوط الاول. على كده اداء غير مرضي لجماهير الزمالك، واداء اكيد راضي عنه الجهاز الفني لحرس الحدود. قبل بداية الشوط الثاني واللعيبة لسه بتنزل الملعب بتحصل لقطة غريبة، وهي إن جماهير نادي الزمالك بتبدأ تنده على اللعيبة. في لقطة تحفيزية منهم، واللقطة دي متعودين إن إحنا نشوفها بعد نهاية كل مباراة الزمالك بيفوز بيها. وبنشوف كمان بنتائج وهو بيشتكي لحسام عبد المجيد بإن محمد شحاتة لما هو بيتقدم ما بيرجعش يغطي مكانه، لكن حسام بيطمنه وبيقول له تقدم براحتك وانا هبقى اغطي مكانه. ومع بداية الشوط الثاني بيحصل تغيير في الملعب لنادي الزمالك، محمد السيد بينزل مكان محمد اسماعيل على امل ان يحصل تغيير في الاداء.